السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة سريعة جدا، ولازم تكون عارفها لو انت صاحب مطعم، لو انت صاحب كافيه، لو انت صاحب نايت كلاب، لو انت بتوصل دليفري للناس. والموضوع ده حلوله انا اتناقشتها في فيديو منفصل، ولكن حبيت اقول لك المعلومة لوحدها. لما تعمل اوردر والدليفري يوصل لحد بيت العميل والعميل يرفض الاستلام او يقفل تليفونه، ده اسمه نو شو ريسك. والنو شو ريسك معناها تخلف العميل عن الاستلام او عدم ظهور العميل. الموضوع ده موضوع مغرق جدا وله حلول كتير، انا تناولتها في فيديو تاني، ممكن تكتب لي لو مش عارفه وانا احط لك اللينك بتاعه. ولكن حابك تفهم المضمون بتاع الريسك ده. مضمون الريسك ده ان انا اكون كافيه والناس تتصل تحجز عندي وليكن عيد ميلاد، فانا حاجز لهم 4 5 ترابيزات ويجوا في اخر لحظه هوب ما جوش. ضيعوا عليا فرص بيعيه وما خلوش ناس تانية تاخد الترابيزات. عملت كيلو كباب وكفته ورحت اوصله للناس قفلوا تليفونهم، ضيعوا عليا ان انا ابيعه لغيرهم وكمان خسروني ثمن اللحمه. انا نايت كلاب والناس حجزت 4 ترابيزات على البيست، اسره كبيره هتسهر وفي اخر لحظه ما جوش، ما خلونيش احجز الترابيزات لحد تاني، وفي نفس الوقت هم اختفوا وما جوش فخسروني سهره الليله دي او الايراد اللي ممكن ادره من الليله دي. الموضوع له حلول كتير جدا متناوله في فيديو تاني. كان يهمني انك انت تعرف ان في ريسك اسمه النو شو ريسك، وده لازم تشتغل عليه، لازم تبقى عارفه، لازم ابقى عارف ان من ضمن حلوله ان انا لو الاوردر كبير او لو السهره هتبقى كبيره او الناس حاجزه كذا ترابيزه، او لو انا مطلوب مني اعمل عيد ميلاد في الكافيه مثلا، خد ديبوزيت من العميل، مش مشكله مش عيب، خاصه اذا كان العميل جديد مش قديم، عشان تامن نفسك. ده افضل الحلول. عندك حل تاني ان المشكله حصلت وخلاص، الحق اعمل فلاش سيل. يعني عملت كيلو كباب وكفته ورحت توصله لواحد وما استلموش، ما تستناش كتير، الحق على جروب الواتساب او الفيسبوك بتاع المنطقه نفسها واعمل فلاش سيل. قول الكيلو بدل ما هو ب 1000 جنيه الكيلو ب 600 جنيه، بشرط انك تستلمه خلال ربع ساعه لان الاكل سخن وفي عميل تاني ما استلمهوش. ده عادي جدا على فكره، متعارف عليه في كل الانظمه وكل الكافيهات وكل المطاعم في العالم كله. اهم حاجه انك انت تكون عارف اسم المشكله ايه في اداره الاعمال عشان تعرف حلولها ايه بالظبط. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.